السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هنحل مع بعض النهارده الاسئله بتاعت كتاب المعاصر تشابتر 3 ليسون 4 اللي بيتكلم على الايونيك ايكوليبريم. تعالى نبتدي كده مع بعض كالعاده الاسئله بتاعت الجزء الاختياري. الراجل بيقول لحضرتك which of the following is not correct؟ مين في دول الجمله الخطا؟ البوتاسيوم كلورايد اللي هو الكي سي ال المولتن يعتبر سترونج الكترولايت. احنا اتفقنا مع بعض ان احنا بنصنف المواد لنوعين، سترونج الكترولايت وويك الكترولايت. وكلمه الكترولايت اصلا هي ماده تقدر توصل التيار الكهربي من خلال حركه الايونات بتاعتها، سواء كان الملح بتاعك في الصوره السوليوشن او في الصوره المولتن. فدي جمله صحيحه لان الكي سي ال ده مركب ايونيك اهو. الكي سي ال ده عباره عن مركب ايونيك، عباره عن ايونات البوتاسيوم وايونات الكلور، فطبعا هو يعتبر سترونج الكترولايت ويقدر يوصل التيار الكهربي من خلال حركه الايونات بتاعته سواء مولتن او سوليوشن. الهيدروجين كلورايد اللي متدوب في بنزين ده ما يعتبرش الكترولايت اصلا، هي دي الجمله الخطا. الاجابه عندنا رقم بي. اللي متدوب في ميه اللي هو الهيدروكلوريك اسيد. الاسيتيك اسيد ويك الكترولايت، ايوه لانه يعتبر من الويك اسيد. الامونيا تعتبر ويك الكترولايت لان الامونيا سوليوشن دي اللي هي رمزها يا جماعه NH4OH اللي هي الامونيوم هيدروكسيد تعتبر ويك بيس. يبقى كل الجمل صحيحه ما عدا الجمله رقم بي. السؤال اللي وراه بيقول لك من ضمن السترونج الكترولايت، حاجه زي دي يا جماعه هي حاجه مذاكره ملهاش علاقه بالفهم. في شويه مواد احنا قلنا عليها سترونج الكترولايت وما عدا ذلك قلنا ويك. حضرتك هتلاقيهم كتاب المعاصر اول صفحه في الدرس اللي هي الجزء اللي هو قبل الدرس قبل المنهج اصلا، لان كده ده كلام قديم، فانت لازم تبقى مذاكرهم. مين هم السترونج الكترولايت؟ قال والله اول اختيار ده غلط عشان الامونيا ده يعتبر ويك الكترولايت. الاختيار اللي بعده برضو ده غلط، الاسيتيك اسيد ده غلط لان ده ويك. انما الاختيار رقم بي ده يعتبر صح. الاتش سي ال ده يعتبر سترونج اسيد. الكي او اتش يعتبر سترونج بيز. الصوديوم نيتريت يعتبر ملح جاي من سترونج اسيد وسترونج بيز، فهو سترونج الكترولايت. يعني انت لما تيجي تشوف اي ملح بيجي من اسيد وبيز. ال NaNO3 ده جاي منين؟ جاي من ال NaOH وده تعتبر سترونج بيز، وجاي من النيتريك اسيد وده يعتبر سترونج اسيد. يبقى المواد دي كلها يا جماعه تعتبر سترونج الكترولايت. اما الاجابه الاخيره غلط لان فيها امونيا وفيها اسيتيك اسيد. هو عايز كل الاختيارات او الاختيار اللي انت تختاره يبقى كله سترونج الكترولايت. يبقى الاجابه رقم بي. السؤال اللي وراه الراجل بيقول لك مين في دول المفروض اقل توصيل للكهرباء؟ اقل توصيل للكهرباء يبقى اقل قدره على التأين او كميه الايونات اللي فيه قليله، يعني من الاخر ويك الكترولايت. فمذاكره كده احنا مذاكرين الراجل ده سترونج اسيد ده سترونج بيز، ده لسه قايلين ملح جاي من سترونج اسيد وسترونج بيز، يبقى الاجابه ال H2S لانه يعتبر ويك اسيد ودرجه التأين بتاعه او نسبة الأيونات اللي هتطلع منه لما يدوب في المية بتبقى نسبة قليلة جدا. السؤال اللي وراه الراجل بيقول لك مين في دول بيعبر عن تأين الهيدروجين سلفايد؟ المادة دي أو الأيون ده اسمه الهيدروجين سلفايد. طيب خلينا متفقين الأول عشان حبايبنا اللي هم أصلا بياخدوا الموضوع بالشبه كده. في فرق يا جماعة ما بين ده كأسيد، ده اسمه ال H2SO4 اللي هو السلفوريك اسيد وده يعتبر سترونج اسيد. وفي فرق بينه وما بين ده والله، ده حاجة تانية خالص اسمه السلفرس اسيد وده يعتبر ويك اسيد. انا عارف ان الاتنين قريبين من بعض بس ده 4 اكسجين وده 3 اكسجين، فخلينا متفقين كده ان ده اصلا سترونج اسيد، يبقى هو مش هيتعمل في سهمين كده. احنا قلنا السترونج اسيد كومبليتلي ايونايز. واحد يقول لي يعني اصلا الاجابه الاخيره والاجابه الاولى دول مستبعدين، مستحيل الايون ده يطلع من السترونج اسيد، ده بيطلع من الويك اسيد. ده بقى دايبروتيك، يعني السلفرس اسيد ده دايبروتيك، فيا اما يسيب اتش ويدي حاجه اسمها الهيدروجين سلفايت، يا اما يسيب 2 اتش ويدي حاجه اسمها السلفايت اهو. ماشي يا جماعه، ده اللي بنتكلم عليه اصلا، انا ماليش دعوه بده بقى لان ده كده كده سترونج الكترولايت. طيب انا دلوقتي المفروض ان انا اسيد او الايون بتاع الاسيد، انا لما بدوب في الميه انا بفقد هيدروجين، والهيدروجين ده يرتبط مع الميه حاجه اسمها الكوردينيت بوند ويكون الهيدرونيوم. يبقى انا الهيدروجين سلفايت لما يدوب في الميه هيدي السلفايت والهيدرونيوم اللي هي الاجابه رقم ب. انما اللي اختارها سي دي ليه غلط؟ لان معنى كلامك ان الماده دي او الايون ده اكتسب هيدروجين من الميه. لا، انا المفروض يا حبيبي انا الاسيد لما بيدوب في الميه بيتأين ويعطي ايون الهيدروجين، يا اما يدي اتش
يا اما يتآن على مراحل يدي اتش وبعد كده الهيدروجين سلفايد دي يدي السلفايد، يا اما يفقد الاثنين اتش مره واحده او يدي 2 اتش مره واحده فيدي الايه السلفايد. في كلا الاحوال الاسيد بيفقد ايون للهيدروجين، ايون الهيدروجين ده بيرتبط مع الميه بالكوردينيت بوند ويديني حاجه اسمها الهيدرونيوم اللي احنا كنا اتكلمنا عليه. ماشي يا شباب. السؤال رقم 6 الراجل بيقول لك ايه which of the following represent the solution of الاسيتيك اسيد في الميه. لسه قايلين الاسيتيك اسيد ده يعتبر والله ويك اسيد، واتفقت مع حضراتكم ان كل الاورجانيك اسيد ويك. الاسيتيك اسيد ده اللي هو الخل رمزه CH3COOH. واحد يقول لي طيب مستر هو ويك؟ اقول له اه. يقول لي يلا بالسلامه انت اول اجابتين، لان معنى ان التفاعل بيمشي في وان دايركشن كده ان هو كومبليت رياكشن، ان الاسيد ده سترونج وده ما حصلش، احنا قايلين ويك فدي دي. طيب انا الاسيد بقى لما بيدوب في الميه بيسيب ايون للهيدروجين، واتفقت مع حضراتكم ايون الهيدروجين بيرتبط مع زوج الالكترونات بتاع الميه اهو اللي بنسميه لون بير اهو، ويكون ما يعرف باسم ايون الهيدرونيوم. يبقى لازم حضرتك دلوقتي ويمسك بكوردينيت بوند، قلنا الراجل ده بيبقى عنده الفيكانت اوربيتال وبيرتبط مع اللون بير بتاع الايه الاكسجين. يبقى لازم انت لما الاسيد يتحط في الميه يسيب ايون الهيدرونيوم اللي هي الاجابه عندنا يا جماعه رقم ايه؟ رقم سي. السؤال اللي وراه which of the following equal concentrated aqueous solution، يعني بيقول لك لو احنا جبنا من دول 4 aqueous solution فعايز اقل توصيل للكهرباء. طبعا حضرتك عايز افضل توصيل للكهرباء. افضل توصيل للكهرباء يبقى هو يا اما سترونج اسيد يا اما سترونج بيز يا اما ملح جاي من سترونج اسيد وسترونج بيز. واحد يقول لي الاتش سي ال ده سترونج اسيد فده افضل توصيل، يبقى الاجابه الاولى فعلا. طب مين الباقي يا عم؟ سواء تعرفه او ما تعرفوش هو كده كده ويك. الامونيا ده ويك بيز، انه لما بيدوب في الميه بيدي الامونيوم هيدروكسيد. الاسيتيك اسيد دي صراحه احنا واخدينها ويك بيز. مين ده؟ ده مش الفوسفوريك، ده حاجه اسمها البوريك اسيد، بس هو مش عليك. طب يا مستر انا اعرف سترونج ولا ويك منين؟ لان انا قايل لك ذاكر السترونج هم 6: اتش سي ال، اتش بي ار، اتش اي اللي هو الهيدروكلوريك والهيدروبروميك والهيدرو ايوديك، سلفوريك اسيد، نيتريك اسيد، بيركلوريك اسيد. ده مش منهم يبقى ده ويك، يبقى التوصيل الكهربي بتاعه سيء. طيب which of these acids المفروض ان هو اقل ionization constant، يعني اقل تأين. حضرتك اقل قدرة على التأين يعني يعتبر ويك اسيد. يلا مين اللي انا مذاكره من هنا ويك اسيد؟ ايوه النيترس اسيد، ده يعتبر ويك والباقي كله ايه؟ سترونج. ده مش النيتريك ده النيترس، خلي بالك. السؤال اللي وراه عايز تركيز ايون الهيدروجين هو الاعلى، بيقول لك ناتج عن ذوبان ايه؟ يعني انا عايز ماده لما تدوب في الميه تديني تركيز ايون الهيدروجين هو الاعلى. طبعا الماده دي لازم تبقى اسيد. طيب عموما مديك 4 اسيد: HCl اسيتيك اسيد، ده برضو اسيتيك اسيد، ده كربونيك اسيد. لان حضرتك لما بتدوب غاز الكربون دايوكسيد في الميه ده كأن حضرتك كده كونت ال H2CO3 اللي هو الكربونيك اسيد، يبقى هو قصده هنا ده اسيد برضو اللي هو الكربونيك اسيد. طيب حبيبي مش احنا اتفقنا بعيدا عن الحسابات، هو بيشتغلك بالحسابات دي، انا هقول لك انت تستخدم الحسابات. انا اصلا انا دارس ان الكربونيك اسيد ويك والاسيتيك اسيد ويك ومفيش الا ال HCl هو السترونج، وال HCl ده كنا بنقول عليه completely ionized. يعني ايه يا مستر completely ionized؟ يعني درجه تأينه 100%، يعني كل الجزيئات اللي حضرتك هتحطها في الميه هتتفك بالكامل وتتحول لايونات الهيدروجين او ايونات بقى الهيدرونيوم وايونات الكلور، يبقى ده اعلى تركيز، يبقى هي دي الاجابه. انما الباقي ويك ومن غير ما احسب، ما هو لو ده تركيزهم اكيد اصلا جزء صغير جدا من التركيز ده هو اللي بيتحول لايونات، فكميه الايونات قليله. طب امتى استخدم دي حسابات؟ لو انا اديتك اجابتين فيهم HCl، لو انا مديك اجابتين فيهم 2 HCl او واحد HCl وواحد H2SO4 زي ما قابلنا دلوقتي، من الاخر انا مديك 2 سترونج، هتشوف اعلى تركيز. طب انا اجيب التركيز ازاي؟ بضرب التركيز بقسم عدد المول على الحجم. يعني مثلا اقسم هنا 0.2 على 50 تايم 10 باور نيجاتيف 3 يطلع لي التركيز، وكل ما تركيز الاسيد زاد كل ما تركيز الايونات بتاعته هتزيد لانه هيبقى كومبليتلي ايونايز. يعني انت يا جماعه اشتغل على الارقام دي واروح احسب تركيز الاسيد. لو الاسيد بتاعي اصلا سترونج في كذا واحد سترونج، انما دول كلهم كده كده ويك، انما هو لو كان جاب لي واحد كمان سترونج لا لازم اروح احسب واشوف مين اللي هيبقى اعلى تركيز، لان الاثنين ساعتهم بيتأينوا بالكامل. السؤال اللي وراه
اهو الراجل بيقول لك انا عايز اكبر عدد من الايونز مول، اكبر عدد من المولز بتاعت الايونات. طيب اكبر عدد من المولز ده معناه ان الماده تبقى سترونج الكترولايت ولا ويك الكترولايت؟ اهو اللي انا بقول لك عليها هنا اهي، المثال اللي انا لسه قايل لك عليه هنا اهو، لا معناه ان هو سترونج. يقوم راجل يقول لي استاذنك بقى، يلا دول بالسلامه كده، ده بالسلامه وده بالسلامه. اصل الايثانويك اسيد اللي هو الاسيتيك اسيد، بس الاسم ده هيقابلنا في الاورجانيك، وده ويك. الامونيوم هيدروكسيد ويك يبقى الاثنين دول مع السلامه. نيجي بقى ال NaOH ده يعتبر سترونج بيز، بيدي ايونات وبيدي ايونات بالكامل، بيدي Na بوزيتيف زائد ال OH النيجاتيف اهو، يعني هو كومبليتلي ايونايزد. والهيدروكلوريك اسيد اللي هو ال HCl كذلك بيدي هيدروجين ايون اهو زائد ال Cl النيجاتيف. طيب واحد يقول لي مستر طب ما هو هنا الواحد مول طلع 2 مول ايونز، هنا الواحد مول طلع 2 مول ايونز، لازم احسب بقى مين الاعلى في عدد المول. انا الراجل مشكورا مديك ايه؟ حجم وتركيز اهو، حجم وتركيز. يوم واحد يقول لي طيب بالعقل هنا كده، ده لما اضرب الحجم في التركيز يطلع لي عدد المول ب 0.05 مول اهو، فبالتالي كميه الايونات اللي طالعه كلها بالكامل هتطلع 0.05 مول من الصوديوم و0.05 مول من الهيدروكسيد. انما هنا لما اضرب التركيز في الحجم هيطلع 0.04 مول اهو، فهيديني 0.04 مول من الهيدروجين و0.04 مول من الكلورايد. يبقى الراجل ده اعلى في عدد المول بتاع الماده نفسها، وكومبليتلي ايونايز، هيديك اعلى تركيز من الايونات اهو، او اعلى عدد مول من الايونات اهو. يبقى الاجابه عندنا الاجابه رقم بي. السؤال اللي وراه بيقول لك كل اللي قدامك بيصف الكاتاين اللي هيتكون اثناء ذوبان الهيدروجين كلورايد في الميه. خلينا متفقين ان ادي الهيدروجين كلورايد جاز يا باشمهندس اهو، المفروض ان هو بيدوب في الميه اهو في ال H2O، فطبعا كومبليتلي ايونايزد. الهيدروجين ايون اللي هو بتاع الاسيد بيبتدي يرتبط مع الميه بكوردينيت بوند ويدينا ما يعرف باسم الهيدرونيوم اهو، يدينا ما يعرف باسم الهيدرونيوم اهو زائد الكلورايد اينز اهو. تمام؟ فالراجل بيقول لك ايه؟ ده لما يدوب في الميه هيحول اللون بتاع الليتمس للون الريد، ايوه لانه اسيدك، دي صح. يحتوي على كوردينيت بوند، ايوه صح اللي هو الهيدرونيوم. بيختلف الكونسنتريشن بتاعه عن الكلورايد، لا. ليه بقى؟ لان ده المفروض 1 مول، ده عدد المول بتاعه 1 مول وده عدد المول بتاعه 1 مول، والاتنين في نفس الحجم، يبقى الاتنين نفس التركيز. يبقى الاجابه رقم سي دي هي الاجابه الغلط. المفروض التركيز بتاع ايون الهيدرونيوم مساوي لتركيز ايون الكلورايد في الحاله دي. هل هو هيدريتد بروتون؟ قلنا ايوه، الهيدرونيوم بيطلق عليه الهيدريتد بروتون. يبقى كل الجمل دي صح ما عدا الاجابه رقم سي. السؤال اللي وراه بيقول لك مين في السوليوشن دول لو كل تركيزاتهم 0.1، مثبت لك التركيز يعني تركيزاتهم كلها زي بعض، مين اللي هيديك اكبر تركيز لايون الهيدرونيوم؟ والله يا مستر اللي بيديني اكبر تركيز لايون الهيدرونيوم هو الماده الاسيد. مين الوحيد اللي هنا اسيد؟ اهو. خلي بالك الباقي فيه هيدرونيوم، وده هنقوله ان شاء الله مع بعض في الحصص اللي جايه، ولكن الملح ده ملح متعادل. خلي بالك كده معايا. ليه ملح متعادل؟ لان هو جاي من سترونج اسيد وسترونج بيز، يبقى ده معناه ان تركيز ايون الهيدرونيوم متساوي مع تركيز ايون الهيدروكسيد. طيب الماده دي يا مستر لما بتدوب في الميه المفروض ان الراجل ده هناخده بعد كده بيتقال عليه بيزك سولت. معلش انا بشرح بالتفصيل شويه عشان تفهم. ليه؟ لانه جاي من سترونج بيز وويك اسيد، يبقى المفروض تركيز ايون الهيدروكسيل اكبر من تركيز ايون الهيدرونيوم. اصل اي ماده يا جماعه هتدوب في الميه هي فيها الاثنين، فيها هيدروجين او هيدرونيوم وهيدروكسيل. انت يبقى انت الماده بتاعتك بيزك لو الهيدروكسيل اكبر من الهيدرونيوم، انت تبقى نيوترال لو الهيدرونيوم مساوي للهيدروكسيل. انما انا لو انا عايز ماده والبيز نفس الكلام، دي ماده بيز. يعني ايه ماده بيز؟ يعني تركيز ايون الهيدروكسيل هيبقى اكبر من تركيز ايون الهيدروجين او تركيز ايون الهيدرونيوم عشان بيز. انما الماده اللي هتديك اكبر تركيز من الهيدرونيوم هو الاسيتيك اسيد. لما بيدوب في الميه بيبقى تركيز الهيدرونيوم اكبر من تركيز الهيدروكسيد. يقوم واحد ساكت كده يقول لي مستر انت عايز توصل لحاجه ما كانتش جايه في دماغي.
انت عايز توصل ان اي ماده بتدوب في الميه هي عندها تركيز من الهيدرونيوم والهيدروكسيل. الله ينور عليك. الهيدرونيوم او الهيدروجين ده هو المسؤول عن الاسيديتي، والهيدروكسيل هو المسؤول عن البيزيستي. اذا كان الهيدرونيوم او الهيدروجين قد الهيدروكسيل يبقى الماده بتاعتك متعادله نيوترال زي الميه. طب اذا كان ايون الهيدروجين اكبر يبقى الماده اسيدك. طب اذا كان ايون الهيدروكسيل اكبر يبقى الماده بيزك. فانت لو عايز اكبر تركيز للهيدرونيوم يبقى عليك وعلى الاسيد اللي هي الاجابه الاولى. السؤال اللي وراه. السؤال اللي وراه سؤال رائع، خلي بالك منه. الراجل بيقول لك الشكل اللي قدامك يمثل، او التيبل اللي قدامك بيمثل التايم اللي انت احتاجته عشان تفاعل 30 مللي من الهيدروجين جاز، او تحصل على 30 مللي من الهيدروجين جاز الناتج من تفاعل الزنك مع مينرال اسيد في تجربتين مختلفتين. هي نفس الماده، جبت هنا على فكره طلعت نفس حجم الهيدروجين، ولكن حضرتك هنا الاسيد اللي انت جبته سلفوريك اسيد له تركيز وله حجم، خلي بالك. وهنا نفس الكلام له حجم وله تركيز بس HCl. لاحظت ان الزمن بتاع السلفوريك اسيد تقريبا اسرع التفاعل، او الريت بتاع السلفوريك اسيد اسرع من الريت بتاع الايه HCl. ليه؟ واحد يقول لي بص خلي بالك معايا من حاجه مهمه قوي. السلفوريك اسيد ده يا جماعه اللي هو H2SO4 ده، المفروض ان كل مول من السلفوريك اسيد عشان ده داي بروتيك بيطلع 2 مول من ايونات الهيدروجين ومول من ايونات السلفيت. انما ال HCl عشان هو مونوبروتيك اسيد لما بيتأين بيديك مول من ايونات الهيدروجين ومول من ايونات الكلورايد. يعني هنا الواحد مول بيطلع 3 مول اينز، هنا الواحد مول بيطلع 2 مول اينز. فبالتالي كمية ايونات الهيدروجين اللي هنا اكبر، فبالتالي يا مستر تركيزه اعلى. يعني حضرتك دلوقتي الراجل المفروض هو مديك تركيزه مثلا 1 مول والحجم بتاعه 25 مللي. يعني لو جبت عدد المول ضربتهم في بعض كده لما تحول يطلع معاك عدد المول هنا ب 0.025 مول. هتقول لي طب ما اللي تحت هو ب 0.025 مول. هقول لك حلو، ده عدد المول بتاع الجزيئات بتاع المولكيول بتاع الاسيد، انما الايونات هنا هيبقى اكبر من هنا. فبما ان تركيز الايونات وكميه المولات بتاعت الايونات اللي هنا اصلا اكبر من هنا، هيبقى الريت بتاع السلفوريك اسيد اسرع من الريت بتاع الهيدروكلوريك اسيد. فالراجل بيقول لك التجربه اللي قدامك احنا لاحظنا ان الوقت بتاع التجربه الاولى اقل من الوقت بتاع التجربه الثانيه. ليه؟ هل عشان الاسيد هو مور ستيبل في التجربه الاولى؟ بص انا عارف ان الجمله دي جمله صحيحه، السلفوريك اسيد اعلى في الاستابيليتي من الاتش سي ال، بس موضوع الاستابيليتي ده ملوش علاقه برتم التفاعل. رتم التفاعل معتبر او معتمد على السترينث وليس الاستابيليتي. رغم ان الجمله الاولى دي في شابتر 2 كانت صح ومغريه وهتلاقيك خدتها، بس هي غلط عندنا، مش دي الاجابه. طب عدد المول بتاع الاسيد اكبر في التجربه الاولى؟ لا، هو ثواني، عدد المول هو بيقول لك النمبر اوف الاسيد مول، عدد المول متساوي، عدد مول الاسيد ده قد ده، يبقى دي كمان غلط. عارف ايه بقى اللي اكبر؟ عدد المول بتاع الايونات. بص عدد الهيدروجين اينز مول اكبر في التجربه الاولى. لان انت مثلا انت لو قلت ان عدد مول الاسيد هنا ب 0.025 مول، عارف الهيدروجين هيبقى ايه؟ هيبقى الضعف، يعني هيبقى الرقم ده مضروب في 2، يعني هيبقى 0.05 مول. انما الهيدروكلوريك اسيد لو قلت ان عدد المول هنا ب 0.025 مول، هيبقى الهيدروجين قده ب 0.025 مول اهو. يبقى عدد المول بتاع ايونات الهيدروجين هنا اهو ضعف عدد المول بتاع ايونات الهيدروجين هنا، اللي هي الاجابه يا جماعه. الاجابه عندنا رقم سي. السؤال اللي وراه طبعا عدد الانايون متساوي، انت عندك هنا 1 مول انايون وهنا 1 مول انايون، عدد الانايون اللي هو السلفيت والكلورايد ده متساوي. نخش على المسائل الخاصة باستيفالد لو للدايليوشن. قانون ستيفالد للدايليوشن ده لو حضرتك واخد بالك معايا، الراجل عمل التجربة وقعد يضيف مية، قعد يخفف. كان كل ما بيخفف يعني بيقلل الكونسنتريشن، شدة الإضاءة بتاعة اللمبة اللي احنا استخدمناها في التجربة كانت بتزيد. ده معناه ان قدرة المحلول على التوصيل الكهربي زادت بسبب كمية الايونز اللي موجودة في السوليوشن. كل ما كميه الايونز اللي هتبقى موجوده في السوليوشن هتزيد، كل ما الالكتريك كوندكتيفيتي بتاعتك زاد. هو ده اللي وصل. فعمل قانون ايه بقى؟ قال لك والله يا مستر احنا عندنا الكي اي اهو، الكي اي او الكي سي او الكي بي، اي كي، الكي اي مثلا للاسيد
دي المفروض كانت بتساوي الفا سكوير في السي اي اهو. يعني حضرتك كل ما تبتدي ان انت تقلل الكونسنتريشن بتاع المحلول كانت الالفا بتزيد، اللي هي درجه التأين بتاعتك بتزيد عند ثبوت الحراره او عند درجه حراره كونست. طيب واحد يقول لي حلو، ايه علاقه ده بقى؟ هو بقى بيتفزلك عليك شويه. بص، ما هو من القانون ده قانون ستيفل، احنا وصلنا الريليشن ان الالفا، ما كده الالفا اهي، الالفا سكوير بتساوي الكي اي على السي اي، يبقى الالفا بتساوي ايه؟ روت الكي اي على السي اي. اتمنى تبقى فاهم الحته دي. يبقى ده القانون اللي حضرتك بتحل بيه اصلا. طيب هو لعب في ايه بقى؟ مش احنا كنا في الاثبات بتاع القانون كنا بنقول ان الراجل افترض ان حضرتك معاك 1 مول من الاسيد؟ تقول لي ايوه. قلت لك حلو، مش انت كان عندك قانون بيقول برضو ان الكونسنتريشن بيساوي عدد المول نمبر اوف المول على الفوليوم؟ هتقول لي ايوه يا مستر، قانون قديم وعارفين. طيب ايه رايك لو انا قمت جاي شايل دلوقتي اهو، يعني لو افترضت هنا معلش ان الفوليوم دلوقتي هيساوي عدد المول على الكونسنتريشن، يعني لو عايز اجيب الفوليوم ده هيساوي عدد المول على الكونسنتريشن اهو، الفوليوم بتاعي هيساوي عدد المول على الكونسنتريشن. هو عمل ايه بقى؟ فرض ان عدد المول ده بواحد اهو، وقال لك هنشيل الواحد على الكونسنتريشن ده، وقوم جاي حاطط الفوليوم اللي هو الفي. فاصبح القانون ايه؟ الفا بتساوي روت الكي اي في اهو في الفي اهو. ده القانون اللي قدامك ده، هو ده بيلعب بس رياضيا كده. طيب اللي انا عملته ده بقى، اللي انا عملته ده اساسه ان انا فارض ان عدد المول بتاعي بايه؟ ب1. فتعالى بقى نشوف هي دي الاجابه. فالراجل بيقول لك ايه؟ الريليشن دي بتمثل الديجري اوف الايونيزيشن ليه؟ طبعا بما انه كي ايه يعني اسيد، يبقى دوت ويك اسيد، يبقى دول بالسلامه. يبقى الاجابه الاولى الاخيره. طيب ويك اسيد الفوليوم بيحتوي على نون ماس من السوليوت؟ لا انا ما اعرفش الماس اصلا، ما دخلتهاش في القانون، بس الافتراض بتاعي بيقول ان الفوليوم بيحتوي على 1 مول من السوليوت اهو، الواحد اللي انا فرضه. يبقى الاجابه عند حضرتك الاجابه الاخيره. السؤال اللي ورا خلي بالك عشان ده القانون اللي هنحل بيه على طول. الراجل بيقول لك ايه اللي هيحصل للويك اسيد لما حضرتك تخففه اهو يا باشا؟ حضرتك بتخففه يعني بتقلل الكونسنتريشن. ايه اللي هيحصل للالفا اللي هي الديجري اوف الايونيزيشن؟ هتزيد. طب قيمه الكي ايه؟ لا قيمه الكي ايه عندك ايه؟ المفروض ان هي ايه؟ ثابته. يبقى الكي ايه لا تتغير، والايونيزيشن ديجري المفروض ان هي بتزيد، اللي هي الاجابه عندنا الاجابه رقم ايه؟ رقم سي. طيب السؤال رقم 16 بيقول لك وفقا للتيبل اللي قدامك according to التيبل اللي قدامك، انا معايا اسيتيك اسيد ومعايا هيدروسيانيك اسيد. طيب الراجل عايز ايه؟ الراجل عايز الايونيزيشن ديجري هي الاقل. طب يا باشا ما الايونيزيشن ديجري دي اللي هي مين؟ الالفا. طب ما احنا عندنا قانون ثابت، الالفا بتساوي روت الكي اي على السي اي او الكي بي على السي بي. هو مديك الكي اي ومديك السي اي لكل اسيد، هنروح نعمل ايه؟ هنروح نعوض نجيب الالفا. يلا الالفا الاولانيه ادي الاتش سي ان ب 0.2 تايم 10 باور نيجاتيف 10 على 0.1، يطلع معاك الالفا هنا 1.414 تايم 10 باور نيجاتيف 5. دي الالفا. طب نشتغل على الثانيه اهو، الالفا الثانيه هتطلع عندك 4.47 تايم 10 باور نيجاتيف 5. طب نشتغل على الالفا الثالثه، حضرتك هتجيب الاسيتيك اسيد اهو اللي هو 1.8 تايم 10 باور نيجاتيف 5 اهو، 1.8 تايم 10 باور نيجاتيف 5 اهو، على التركيز بتاعك اللي هو ب 0.01. تطلع معاك الالفا الثالثه اهو، يطلع معاك الالفا الثالثه ب 0.042. تجيب الاخيره برضو روت الكي اي على السي اي، فيطلع معاك ب 0.134. دي الالفا بتاعت كل الاختيارات اهو. هو المفروض عايز اقل تأين، يبقى المفروض الاجابه عندك اقل الفا اللي هي الاجابه عندنا الاجابه الايه؟ الاولى. السؤال اللي وراه يا شباب، الراجل بيقول لك الايونيزيشن كونستانت بتاع الاسيد. طبعا الايونيزيشن كونستانت ده يا رجاله اللي هو قيمه الكي اي.
مديك هو الكي اي، بيقول لك انا عايز الايونيزيشن ديجري. اهم حاجه في نوع المسائل ده، المسائل والله كلها تعويض مباشر، اهم حاجه حضرتك تبقى عارف الرقم اللي هو بيديهولك ده بتاع ايه. يعني تخيل دي اقصى طموحاتنا، ابسط طموحاتنا اصلا ان انا اعرفك ان الرقم ده بتاع ايه. بس يا جماعه هو عايز دلوقتي الايونيزيشن ديجري اللي هي الالفا، ومديك التركيز. طب ما انا مستر عندي قانون الالفا بتساوي روت الكي اي على السي اي. الكي اي 1 تايم 10 باور نيجاتيف 5 على السي اي بتاعك اللي هو ب 0.1، يبقى ب 0.01 اهو. دي الالفا اللي هي 10 باور نيجاتيف ايه 2. السؤال اللي وراه تلاقي مسائل بقى من دي مباشره خالص. الراجل بيقول لك الايونيزيشن بيرسنت، خلي بالك الايونيزيشن بيرسنت غير الايونيزيشن ديجري. الايونيزيشن ديجري اللي هي الالفا دي انت هتقسم على 100 عشان تجيب الالفا. هو اداك البيرسنت اهو، اقسم لي كده على 100 عشان اجيب الالفا. يبقى الالفا بتاعتك هتساوي 0.0372. دي الالفا يا جماعه اهو، عشان هو مديك البيرسنت بتاعت الالفا. طب انا لو اديتك الالفا وهو عايز البيرسنت، اضرب في 100 كانك بتجيب نسبه. طب انا اديتك النسبه، عايز انا الالفا بقى اللي هي درجه التأين. تمام. وقال لك الايونيزيشن كونستانت اللي هو ادي الكي اي يا باشا، عايز السي اي. طب ما قانون ستيفلد واضح وصريح، الكي اي بيساوي الفا سكوير في السي اي. انت يا باشا عايز السي اي، يبقى ده هيساوي الكي اي على الالفا سكوير. فحضرتك الكي اي بتاعك اللي هو 6.88 تايم 10 اهو، تايم 10 باور نيجاتيف 5 على ده الكي اي على الايه الالفا باور 2 ادي 0.0372. ما تنساش الله يكرمك الباور، ما تديناش في داهيه. يطلع الاجابه بتاعتك ب 0.049 اللي هي بالتقريب 0.05. يعني بالتقريب الرقم ده، انا عارف ان انتوا طبعا ساقطين رياضه، 0.05 اهو، اللي هي 5 تايم 10 باور نيجاتيف 2 يا جماعه. معرفش ليه كتاب المعاصر بيختبر قدراتك في الرياضه. ماشي اهو. طيب السؤال اللي وراه السؤال رقم 19، بيقول لك بيزك سوليوشن كونسنتريشن بتاعه ب 0.001. طيب بيزك سوليوشن يبقى ده حضرتك ده السي بي. وقال لك الايونيزيشن ديجري بتاعته، ما دي اللي هي الالفا الديجري، اداك الديجري بقى، ما اداكش البيرسنت بتاعته زي اللي فوق، اداك الالفا. عايز الايونيزيشن كونستانت، عايز حاجه يا جماعه حبايبنا، عايز حاجه اسمها الكي بي. يبقى مستر الكي بي بيساوي اهو، الكي بي برضو بتساوي الفا سكوير في السي بي، نفس الكلام. فانت الالفا هو مديك الالفا بتاعتك اهي بكام يا باشا؟ 3.873 تايم 10 باور نيجاتيف 6 اهو باور 2. ماشي، اضربها فين؟ في السي بي اللي هو 0.001 اهو، يطلع معاك 1.5 تايم 10 باور نيجاتيف 14 اهو، 1.5 تايم 10 باور نيجاتيف 14. مسائل مباشره خالص، عايز واحد بس ايه قاري الكلام. طيب بيقول لك ايه الايونيزيشن ديجري بتاع الهيدروجين فلورايد؟ عايز يا جماعه الالفا، مديك حجم، خلي بالك هنا بقى ابتدى ايه يربط الدنيا ببعض، اداك حجم واداك ماس. واحد يقول لي انا مالي ومال الكلام ده باشا؟ مش انت الالفا بتساوي روت الكي اي على السي اي؟ اقول له ايوه. طب هو الكي اي هو مديها لك اهو، فين السي اي؟ الله ينور عليك، يبقى انا عايز اروح اجيب السي اي. طب ما الكونسنتريشن يا مستر بيساوي عدد المول على الفوليوم، هو اداك ماس. اول حاجه تقسم الماس على المولر ماس. الماده بتاعتي اصلا ايه رمزها؟ الهيدروفلوريك اسيد ده اللي هو الاتش اف. واحد يقول لي ماشي، يبقى المولر ماس بتاعته ب 20، هنقسم ده على 20 اهو، نص على 20 يا باشا، يطلع معاك ب 0.025. اقسمه على الحجم بس باللتر، يعني بعد ما تحول يبقى نقسم دوت على ربع، يطلع السي اي بتاعتك التركيز اللي حضرتك جبته ب 0.1 مولر. عوض يا باشا بقى في القانون، ادي روت الكي اي اللي هي 6.7 تايم 10 باور نيجاتيف 4 يا جماعه على السي اي اللي هو 0.1، يطلع معاك ب 0.0818 اللي هي بالتقريب 0.082. السؤال اللي وراه يقول لك البيرسنت بتاع الان ايونايزد. بص ابن اللئيمه، بص هو مش عايز نسبه التأين، عايز نسبه اللي ما تأينش. واحد يقول لي واحنا خدنا قانون اللي ما تأينش دي؟ هقول لك لو انت معاك 100 جنيه
وقلت لك انزل روق على حالك كده واشتري اللي انت عايزه، نزلت انت روقت على حالك، سالتك هو انت اللي اتبقى ما صرفتوش كام؟ هتقول لي يبقى انا هشوف التوتال واشوف اطرح منه اللي انا صرفته يتبقى لي اللي ما صرفتوش. نفس الكلام لو انت الاسد بتاعك 100%، قلت لك اتقين منه 2% مثلا، يبقى اللي ما اتقينش 98%. يبقى انا عايز اجيب اللي اتقين الاول، عايز اجيب البيرسنت بتاعت الايونايزيشن، فهجيب الاول الالفا. يبقى انا الاول حاجه انا هروح اجيب الالفا. طب واحد يقول لي طب ما الالفا دي بتساوي ايه؟ هقول له حبيبي الالفا دي بتساوي اهي نفس القانون، روت الكي اي، طبعا هي الماده ايه؟ اسيد، روت الكي اي اهو على السي اي. هو مديك السي اي اهو، مديك التركيز ومديك الايونايزيشن كونستانت اللي هو الكي اي، تروح تجيب الالفا بس ما تنساش هتجيب النسبه بتاعتها بعد كده. فادي يا مستر روت، ادي الكي اي بكام يا باشا؟ 7.1 تايم 10 اهو باور نيجاتيف 4 على السي اي اللي هي ب 0.5. كده انت جبت الالفا، طلعت الالفا بتاعتك اهي ب 0.0376 وشويه ارقام، يعني اللي هي بالتقريب 0.8 اهو بالتقريب. دي الالفا، اضرب بقى في 100 عشان اجيب نسبه الالفا، يطلع معاك 3.8. دي البرسنت بتاع اللي اتقين، درجه التأين، دي درجه التأين ودي نسبه التأين اهي. شوف بقى، انا عارف ان انت مختارها الاجابه بي، انا عارف، ورحت تفتح الفيديو عشان انت مش عارف ليه الاجابه دي اهو يا حبيبي. بص انا مشكلتي معاك والله دايما يا جماعه طلبه الثانويه عامه بالذات، انا مشكلتي معاهم بعد ما ان احنا سواء بقى احنا فهمتك في الحصه، بعد كده حضرتك ذاكرت، بعد كده او بعد الحاجات البديهيه بالنسبه لك دي ان انت تبقى مركز معايا في الحصه وتروح تذاكر، اللي هي الحاجات اللي ما ينفعش نتكلم فيها. لا انا طالب بقى ايه، بقى مركز في الحصه وبذاكر والدنيا حلوه. ايه المشكله الرئيسيه معايا بقى؟ انت ما بتقراش السؤال، انت مش عايز تقرا، انت عايز تكروت، انت عايز تحل الواجب يلا بسرعه كده عشان ننام، عشان نصحى نشوف الراجل بيقول ايه، ولا نشوف هنقعد بقى نقعد على التيك توك ولا ننيل اي نيله اخوان في حياتنا. انما انت مش بتركز، انت لو بتركز هتاخد بالك اهو. عايز الان ايونايزد نيترس اسيد يا باشا، انت ده اللي تقين، يبقى اللي ما تقينش اطرح من 100%، تطلع الاجابه عندك رقم سي. لا عليكم يا سنه ثالثه ركزوا شويه في الاسئله. السؤال اللي وراه، السؤال اللي وراه الراجل بيقول لك ايه؟ عايزين بقى مسائل على تركيز ايون الهيدرونيوم وتركيز ايون الهيدروكسيد. طيب الراجل بيقول لك الايونايزيشن كونستانت بتاع البنزويك اسيد بكذا، ايونايزيشن كونستانت ده لاسيد يبقى ده يا شباب الكي اي. طيب بيقول لك ايه تركيز الهيدرونيوم اللي موجود في 0.55 مولر، يبقى ده حبيب قلبي السي اي. طب ما انا عندي قانون يا مستر، تركيز ايون الهيدرونيوم لاي اسيد ويك المفروض بيساوي ايه يا حبايب قلبي؟ بيساوي روت الكي اي في السي اي. طيب ادي الكي اي وادي السي اي، بالسهوله دي يا مستر؟ اه والله العظيم بالسهوله دي، ومسائل زي دي بتيجي في امتحان اخر السنه على فكره. ادي 6.5 تايم 10 باور نيجاتيف 5 مضروبا في 0.55 يطلع معاك 5.9 اللي هي بالتقريب 6 تايم 10 باور نيجاتيف 3 اهو، 6 تايم 10 باور نيجاتيف 3. تعويض مباشر. السؤال اللي وراه بيقول لك الكونسنتريشن بتاع الاسيتيت ايون في 0.18 من سوليوشن من الاسيتيك اسيد، ده السي اي يا جماعه، وادي الكي اي. واحد يقول لي ايوه بس احنا ما خدناش، معلش يا مستر الحته دي كده ركز معايا، انا ما خدتش احسب ازاي تركيز الاسيتيت، انا خدت الهيدرونيوم. حبيب قلبي افتكر القانون، لو انت فاكر انا قلت لك الاسيتيك اسيد اهو لما بيجي يتأين في الميه، يعني لما بيدوب في الميه بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي ايون الاسيتيت وبيطلع لك ايون الهيدرونيوم اهو. ايه رأيك ان عدد المول بتاع ده هو عدد المول بتاع ده، والاتنين في نفس الحجم، يعني الاتنين نفس التركيز. يعني انا بقول لك في مسألة احسب تركيز ايون الاسيتيت كأني بقول لحضرتك احسب تركيز ايون الايه؟ الهيدرونيوم. برضه مستر روت الكي اي في السي اي، ادي الكي اي مسألة عبيطة خالص، كي اي اهو 1.76 تايم 10 باور نيجاتيف 5 في السي اي بتاعتك بكام بقى؟ ب 0.18 اهو، تمام، يطلع 1.779 يعني بالتقريب 1.8. ماشي ماشي الدنيا معايا كده، تايم 10 باور نيجاتيف 3 اهو. ماشي. السؤال اللي وراه، السؤال اللي وراه ده ذكي جدا، سؤال حلو قوي، وقد يبدو للبعض ان هو مساله، انما هو ما فيهوش اي ريحه المسائل.
ممكن انا احله مساله، يعني انا ممكن احله مساله بس مش هستفيد حاجه لما هو ارقام رياضيه. يعني هو الراجل مديك الكي اي للاثنين اسيد ومديك التركيز، واخد بالك، وبيقول لك ايه مين اعلى تركيز موجود. يعني المفروض الفورميك اسيد ده حصل له ايونايزيشن والاسيتيك اسيد حصل له ايونايزيشن. واحد يقول لي مستر هي مش الكي اي دي انديكيت للسترينث بتاع الاسيد او درجه التأيون بتاعه؟ اقول له ايوه، كل ما قيمه الكي اي تزيد معناه ان الاسيد بتاعك اتأين اكتر. يبقى واحد يقول لي يبقى ده اتأين اكتر من الاسيتيك اسيد، اقول لك مظبوط، يعني جزء من الجزيئات تفك الايونات اكبر من الاسيتيك اسيد، صح. انا لو بسال بما ان الاثنين ويك اسيد، انا لو بسال مين اللي تركيزه اعلى اكيد مش تركيز ايونات خالص، ان سواء ده او ده احنا قلنا جزء صغير جدا من الاسيد هو اللي بيتفك الايونات. يعني مثلا لو عملنا زي المعادله اللي فوق دي يا جماعه، الاسيتيك اسيد لما بيدوب في الميه تركيز الايونات دي قليل جدا، انما الجزء الاكبر للاسيتيك اسيد. يوم واحد يقول لي ماشي، يعني الاجابه يا دي يا دي، المولكيول هي اللي تركيزها اكبر. حلو، نقارن ازاي بقى؟ بص، كل ما يبقى رقم الكي اي بتاع الاسيد كبير، يعني الاسيد اتأين بقدر كبير، درجه التأين بتاعته كبيره، فبما ان درجه التأين بتاعته كبيره يبقى الجزء اللي اتبقى منه في صوره مولكيول قليل، يبقى الراجل ده تأينه نوعا ما اقل من ده، يبقى الجزء اللي اتبقى في صوره جزيئات اكبر. يبقى الاجابه عندنا الاجابه الاولى. ناس تانية قالت لي انا حسبت الالفا بتاعت الاسيتيك اسيد والفورميك اسيد، لقيت الالفا بتاعت الفورميك اسيد كبيره، درجه تأينه كبيره حسابيه، انا من غير حسابات هقدر اجيبها. طب الالفا بتاعته كبيره، يبقى الراجل ده تأين، يبقى مستر اللي باقي منه في صوره جزيئات اقل، يبقى اعلى تركيز هو تركيز الاسيتيك اسيد. سؤال رقم 25 بيقول لي الكونسنتريشن بتاع الهيدروكسيد ايون، ان شاء الله ادي الكونسنتريشن بتاع الهيدروكسيد ايون في ده الرقم ده سوليوشن اهو وبيز ويك بيز، يبقى ده حبيب قلبي السي بي، وادي يا بابا الكي بي. لا اسف معلش تاني كده يا شباب. بص الراجل بيقول لك ايه الكونسنتريشن بتاع الهيدروكسيد ايون في 0.35 مولر، يبقى ده السي بي ماشي. بيقول لك لويك بيز كذا، يبقى ده تركيز ايون الهيدروكسيد، معلش هو ترتيب الجمله بس اللي يلخبط، ده تركيز الهيدروكسيد وده تركيز الايه البيز كلها. طيب طبعا مش محتاج اقول لك لو انت لماح يعني اكيد دي ويك بيز. بص تركيز الايونات اللي طالعه، يعني بص تركيز المولكيول وبص تركيز الايونات قليل قوي، يبقى ده معناه انه ويك بيز. طيب عايز ايه؟ عايز احسب الكي بي. واحد يقول لي يا مستر طب ما هو انا عندي الكي بي ده بتاعي هيساوي ايه؟ القانون بتاع الكي بي بيساوي تركيز ايون الهيدروكسيد في استنتاج القانون باور 2 على السي بي. طيب يلا يا باشا، لان انت عندك تركيز ايون الهيدروكسيد بيساوي روت الكي بي في السي بي اهو، يبقى كده القانون صح. الكي بي هو مديك تركيز الهيدروكسيد اهو، ما تنساش الباور بس الله يكرمك، ما تبقاش المساله عبيطه وانت مصمم ان انت تحسبها غلط اهو. باور 2 على السي بي اللي هو 0.35 يطلع معاك 6.428 بالتقريب 6.43 تايم 10 باور نيجاتيف 10 اهو يا جماعه، اللي هي الاجابه رقم بي. السؤال اللي وراه الراجل بيقول لك 25 مللي من 0.075 مولر من الاسيد اكس كومبليتلي نيوترلايز مع 15 مللي من ال NaOH. عظيم السؤال، ليه؟ لانه دخل مسائل شابتر 2 في شابتر 3. تعالى بقى معايا بالراحه كده. بيقول لك اولا مين الاسيد اكس؟ لو انت فاكر النوع ده من المسائل في شابتر 2 كان بيتطلب ان حضرتك تحل مساله نيوتراليزيشن، وبما انه ما حددش الاسيد يبقى انت هتروح تجيب ال Na وال Nb. بص يا حبايب قلبي، حضرتك معاك اسيد دلوقتي، الاسيد ده اتفاعل مع ال NaOH. طبعا انا مش عارف اكتب المعادله ولا اوزن المعادله لان حضرتك ما تعرفش مين الاسيد، بس انا اقدر اقول لك ايه؟ اقدر اقول لك ان الاسيد له 3 بيانات لو فاكرهم، Ma Va Na، اللي هي بالمناسبه مش معايا، ما هو دي اللي انا هروح احسبها، انما انا معايا ال Va قال لك كام؟ 25 مللي، يبقى دي 25 تايم 10 باور نيجاتيف 3 اهو. تركيزهم كام؟ قال لك تركيزهم ب 0.75 مولر اهو يا باشا. طيب البيز نفس الكلام، 3 بيانات، ادي Mb ادي Vb ادي Nb اللي انا برضو ما اعرفهاش.
فيقوم واحد يقول لي طيب هو اتفاعل مع قد ايه من البيز؟ قال لي 15 مللي، يبقى دي 15 تايم 10 باور نيجاتيف 3. والتركيز بتاعك بكام؟ التركيز بتاعي ب 2.5 مولر. يقوم واحد يقول لي ماشي، قانوننا ايه بقى يا مستر؟ قانون سيادتك كان بيقول ان الام اي في الفي اي على الان اي بيساوي الام بي في الفي بي على الان بي على الان بي اهو. نيميريتور على نيميريتور بيساوي ديمينيتور على ديمينيتور. يبقى انت لو عايز تجيب الان اي على الان بي اهو هيساوي ام اي في اي دول في بعض 0.75 اهو في 25 تايم 10 باور نيجاتيف 3 على ادي يا مستر 2.5 في 15 تايم 10 باور نيجاتيف 3. حضرتك لما تعوض تعالى بقى نعوض 0.75 في 25 تايم 10 باور نيجاتيف 3 على 2.5 في 15 تايم 10 باور نيجاتيف 3 يطلع معاك يا جماعه بنص. عارف يعني ايه بنص يا حبيبي؟ يعني يا مستر كل 1 مول من الاسيد، ما هو الان ايه كده بواحد اهو، ماسك مع 2 مول من البيز اهو. ده الحل النهائي بقى، ده اللي عرفنا. طب ما انا يا حبيبي لو ماسك مع 2 مول من البيز يبقى الاسيد بتاعي مونوبروتيك ولا داي بروتيك؟ كده انا عرفت ان الاسيد بتاعي داي بروتيك اسيد او داي بيزك اسيد. داي بروتيك يبقى الرجاله دي بره، لان الاسيتيك اسيد مونوبروتيك والنيتريك اسيد مونوبروتيك. يبقى الاجابه يا سلفوريك يا سلفرس. واحد يقول لي بس يا مستر السلفوريك اسيد ده سترونج اسيد، استحاله السترونج اسيد بتاعت اسيد قوي يبقى بالمنظر العره ده، ده الكي اي دي صغيره جدا. يبقى الاجابه دي كمان غلط. يبقى الاجابه بتاعت حضرتك الاجابه الاخيره. والسلفرس اسيد ده يعتبر ويك اسيد والكي اي بتاعته رقم منطقي. تمام. السؤال اللي وراه، الراجل بيقول لك ايه؟ الايونايزيشن كونستانت بتاع الويك مونوبروتيك اسيد. ايونايزيشن كونستانت يبقى ده يا جماعه كي اي. والايونايزيشن ديجري، ايونايزيشن ديجري دي اللي هي الالفا. عايز اجيب تركيز ايون الهيدرونيوم. واحد عاقل كده يقول لي بص بالراحه بس كده، انت يا باشا مش انت عايز تجيب تركيز ايون الهيدرونيوم؟ لازم يبقى معايا تركيز الاسيد. تركيز ايون الهيدرونيوم ده هيساوي ايه؟ روت الكي اي في السي اي. اقول له طيب معقول، كلام منطقي. انت معاك الكي اي لازم تجيب السي اي. ايه اللي بيربط الكي اي بالالفا؟ الله ينور على جنابك، قانون ستيفن. احنا كنا قايلين ان الكي اي بتساوي الفا سكوير في السي اي. فلو انت حبيب قلبي عايز السي اي يبقى دي بتساوي الكي اي على الفا سكوير. يبقى انا في الاول هروح اجيب السي اي عن طريق الكي اي على الالفا سكوير اهو. الكي اي بتاعتك 7.2 تايم 10 باور نيجاتيف 10 على الفا سكوير اللي هي 8.5 تايم 10 باور نيجاتيف 5. تقوم حضرتك معوض باور 2 طبعا، حضرتك معوض تجيب السي اي يطلع 0.09965. مش عايز شويه ارقام كده، لا تقرب ولا توجع دماغك عشان الارقام ايه ما تهبلكش اهو. ادي السي اي هيطلع ب 0.09965. خد نفس الرقم يا جماعه، خد نفس الرقم اضربه في الكي اي تحت الروب بقى. ادي يا باشا الكي اي ب 7.2 تايم 10 باور نيجاتيف 10 اهو يا حبيبي في انسر الاجابه اللي كانت عندنا. يطلع معاك 8.47 بالظبط، 8.47 تايم 10 باور نيجاتيف 6 اهي اللي هي الاجابه الاولى. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن تركيز ايون الهيدرونيوم. بص يا حبيبي تركيز الاسيد قليل، بص بقى تركيز ايون الهيدرونيوم قليل جدا 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 جدا، يبقى ده معناه ان الاسيد فعلا بتاعك ده اسيد ايه؟ ويك اسيد. السؤال اللي وراه معانا يا شباب، الراجل بيقول لك ايه تركيز ايون الهيدروكسيد؟ ليه؟ طبعا هو عايز تركيز ايون الاو اتش، والمفروض ان هو الراجل مديك ايه؟ الراجل مديك تركيز الاسيد. انا بس عايزك تخلي بالك من حاجه، ده تركيز الاسيد. الاسيد ده يعتبر داي بروتيك سترونج اسيد. يعني يا مستر لو عايز اجيب تركيز ايون الهيدرونيوم المفروض اضربه في 2. المفروض الراجل ده بيدي 2 مول من ايونات الهيدروجين. فلو احنا قلنا ان السلفوريك اسيد H2SO4 بيتقيم بيدي 2 مول من ايونات الهيدروجين اهو يا حبيب قلبي، زائد مول من ايونات السلفيت. يبقى لو تركيز ده ب 0.015 يبقى تركيز ده الضعف ب 0.03. الضعف بقى، ما هو هنا الواحد مول هنا 2 مول،
يبقى لو تركيز ده له تركيز يبقى ده ضعفه. يبقى انا كده جبت تركيز ايون الهيدرونيوم. طب يا باشا انا عايز اجيب تركيز ايون الهيدروكسيل، ده كان بيساوي قيمه الكي دبليو اللي هو 1 تايم 10 باور نيجاتيف 14 ده في الروم تمبريتشر على الهيدرونيوم اللي هو 0.03. تعوض ادي 10 باور نيجاتيف 14 على 0.03 يطلع معاك 3.3 تايم 10 باور نيجاتيف 13 اللي هي الاجابه عندنا رقم بي. اللي راح عوض بده على طول لبس السؤال. ده لو الكلام ده مونوبروتيك، انما الراجل ده ايه؟ داي بروتيك، وانا مليك القانون بتاعه. 29 بيقول لك الكونسنتريشن بتاع الهيدرونيوم اين. طيب انا عايز احسب الكونسنتريشن بتاع الهيدرونيوم اين. المشكله بقى ان هو بيقول لك ايه؟ عن طريق اضافه بص بقى، ضاف كي او اتش او ضاف 60 مللي من الميه. مساله حلوه قوي 29 دي، خلي بالك منها. مساله دايليوشن ل 40 مللي من الكي او اتش اللي تركيزه ب 0.04، يعني هو خفف. يقوم واحد يقول لي ايه؟ عدد المول بتاع الان او اتش او اسف الكي او اتش قبل التخفيف بيساوي عدد المول بتاعها بعد التخفيف. يبقى التركيز في الحجم قبل بيساوي التركيز في الحجم بعد. طيب باشا انت كان تركيزك كام؟ قال لا مستر تركيزي 0.04. حجمك كام؟ 40 مللي. طب تركيزك بعد التخفيف كام؟ ده اللي عايزين نحسبه. حجمك اصبح كام؟ انت كنت 40 مللي ضفت عليه 60 مللي ميه، يعني اصبح الحجم بتاعك ب 100. يبقى انا هروح اجيب الكونسنتريشن بتاع الكي او اتش بعد التخفيف افتر دايليوشن. اروح اعوض يا باشا، الموضوع بسيط اهو. ادي 0.04 في 40 على 100 يطلع معاك 0.016 مولر. اللي انت جبته ده هو تركيز الكي او اتش بعد التخفيف، وفي نفس الوقت يا مستر هو عباره عن تركيز ايون الهيدروكسيل، لان البيز بتاعتك سترونج بيز ومونو هيدريك، يبقى تركيز ايون الهيدروكسيل نفس الكلام. حلو. انا بقى عايز الهيدرونيوم، يبقى يساوي الكي دبليو على الهيدروكسيل، تقسم بقى 10 باور نيجاتيف 14 على الرقم بتاعك ده 0.016 يطلع معاك 6.25 تايم 10 باور نيجاتيف 13 اهو. ماشي يا شباب، مسألة حلوة قوي 29 دي، خلي بالك منها. السؤال اللي وراه اداك قيمة الكي دبليو للمية عند درجة حرارة 100. قبل ما نحل المسألة أنا عايز ألفت انتباهك لحاجة مهمة قوي يا جماعة. بص يا سنة تالتة، أنا حافظ إن الكي دبليو دي لا تتغير إلا بتغير درجة الحرارة، ومذاكر كمان إن الكي دبليو بتاعة الووتر في الروم تمبريتشر للستاندرد 10 باور نيجاتيف 14. اتغيرت درجة الحرارة اهو. بص الكي دبليو اللي هو التأيون بتاع المية اتغير. حلو. يبقى انا ما بحفظش الكي دبليو الا في الروم تمبريتشر. طب هو لو غير درجه الحراره هيديك كي دبليو جديده. بس كده كده يا مستر انا الرقم الجديد ده عشان اجيب الهيدرونيوم روت الكي دبليو والهيدروكسيد روت الكي دبليو. اصل الميه كده كده مش هيختلف التعادل بتاعها عند درجه حراره مختلفه، كده كده الميه نيوترال، بس تركيز الهيدرونيوم وتركيز الهيدروكسيل هو اللي هيختلف عن 10 باور نيجاتيف 7. فانا المفروض ابقى نيوترال واجيب الهيدرونيوم الجديد بقى، اخد روت الرقم ده، الهيدرونيوم او الهيدروكسيد روت الرقم ده، فروت 51.3 تايم 10 باور نيجاتيف 14 يطلع معاك 7.16 تايم 10 باور نيجاتيف 7 مولر. يبقى المفروض ده الهيدرونيوم والميه كده كده نيوترال، والهيدروكسيل نفس الرقم كمان، يعني تركيز ايون الهيدروكسيل هو كمان نفس الرقم هو، لان الهيدروكسيل في الهيدرونيوم دي قيمه الكي دبليو لان الميه متعادله. السؤال اللي وراه بيقول لك which of the following statement is more acidic؟ مين المور acidic؟ اتفقنا مع بعض الماده على البي اتش سكيل، لو حضرتك فاكر قلنا 7 ده الوسط النيوترال، اقل من ال7 كده acidic ده البي اتش سكيل، واعلى من ال7 ده كده كده ايه؟ بيزك، لحد ما نوصل لقيمه ال14. كل ما قرب للصفر ابقى مور اسيدك، كل ما قرب لل14 ابقى مور بيزك. يبقى طبعا البي اتش الاقرب للصفر هو الجاستريك جويس اللي هو العصير المعوي او السائل اللي بيبقى عندك في الامعاء، والبي اتش بتاعته بايه؟ بواحد. طيب السؤال اللي وراه بيقول لك وات از ذا بي اتش فاليو ل 0.4 ماشي، يعني 0.4 من البوريك اسيد، طبعا دوت المفروض ان هو السي اي، الايونايزيشن كونستانت بتاعه ده يا جماعه اللي هو ايه؟ الكي اي.
طيب حبيبي انا عشان اجيب قيمه البي اتش لازم يبقى معايا تركيز ايون الهيدرونيوم. واحد يقول لي يبقى بدايه المساله، بص عشان القوانين كلها شبه بعض، بدايه المساله لازم اجيب تركيز ايون الهيدرونيوم اللي هو بالمناسبه بيساوي ايه؟ روت الكي اي في السي اي. طيب بعد كده بقى لو انت عايز تجيب قيمه البي اتش دي بتساوي نيجاتيف لوج لتركيز ايون الهيدرونيوم اهو. ماشي يا ريس؟ طيب الهيدرونيوم روت الكي اي في السي اي اهو. الكي اي ب 7.3 تايم 10 باور نيجاتيف 10 في السي اي اللي هي 0.4 يطلع معاك برقم. خد الرقم زي ما هو، اعمل نيجاتيف لوج للبيس 10. لو انت الاله الحاسبه بتاعتك حديثه البيس بيظهر لك مربعين كده، يظهر لك مربع هنا كده، يبقى البيس بتاعك 10. تمام؟ ليه اللي طلع لك بقى يطلع معاك ب 4.7 بالتقريب دوت قيمه البي اتش اللي هي الاجابه رقم بي. السؤال اللي وراه بيقول لك اذا علمت ان الكونسنتريشن بتاع الويك بيز سوليوشن ب 0.2 يبقى التركيز بتاع البيز 0.2 يبقى دوت السي بي، وادي الكي بي عايز قيمه البي او اتش. نفس المساله بالظبط، هجيب بس بدل ما اجيب الهيدرونيوم اجيب الهيدروكسيد روت الكي بي في السي بي، واللي يطلع اخد النيجاتيف لوج بتاعه. يلا يا باشا ادي 0.2 في 3.6 تايم 10 باور نيجاتيف 4 اهو تحت الروت. الرقم اللي هيطلع لك ده خد نيجاتيف لوج بتاعه، نيجاتيف لوج الرقم اهو يطلع معاك ب 2.07 اهو 2.07 دي الاجابه عندنا، الاجابه الاخيره. السؤال اللي وراه بيقول لك الايونايزيشن كونستانت للسوليوشن بتاعك اللي هو الاتش سي ان بيساوي الرقم ده. طيب ايونايزيشن كونستانت ده اللي هو يا جماعه الكي اي، فبيقول لك ايه الكي بي للسوليوشن. طيب احنا كان عندنا قانون بيقول ايه؟ ان الكي دبليو بتساوي الكي اي في الكي بي. طب الكي دبليو دي طبعا ما دام هو يعني ما ادكش درجه حراره معينه تشتغل على الستاندرد اللي هو 10 باور نيجاتيف 14، فانا لو اديتك كي منهم سهل اجيب الثانيه. طب انت عايز الكي بي، يبقى الكي بي بتساوي 10 باور نيجاتيف 14 اللي هي الكي دبليو على الكي اي بتاعتك اللي هي 4.9 تايم 10 يا جماعه باور نيجاتيف اهو باور نيجاتيف 10. ماشي يا سنه ثالثه، تطلع معاك ب 2.04 اللي هو 2 يعني تايم 10 باور نيجاتيف 5 اهو تايم 10 باور نيجاتيف 5 اهو. ركز بس في الاختيارات بتاعتك. ماشي؟ السؤال اللي وراه بيقول لك البي اتش ل 0.1 مولر من السلفوريك اسيد عند درجه حراره 25 بكام؟ طيب انا عشان اجيب البي اتش لازم يبقى معايا تركيز الهيدرونيوم. واحد يقول لي حلو، طب يا مستر ما هو انت الاسيد بتاعك ده سترونج ودايبروتيك. ابوس ايدك ركز، يعني السلفوريك اسيد ده المفروض لما بيتأين بيديك 2 مول من ايونات الهيدروجين ومول من ايونات السلفيت. فانا لو جيت قلت ان تركيز الاسيد ب 0.1 يعني تركيز ايون الهيدرونيوم الضعف ب 0.2، لو رحت اشتغلت على دي لبست المساله. ده تركيز ايون الهيدرونيوم اهو ب 0.2، خد نيجاتيف لوج 0.2 يطلع معاك ب 0. اهو تطلع البي اتش بتاعتك ب 0.69 شويه ارقام كده. طيب يعني اقل من الواحد، يبقى الاجابه عندنا الاجابه الاولى. السؤال اللي وراه راجل بيقول لك 4 جرام من الصوديوم هيدروكسيد دوبناهم في حجم عباره عن 500 مللي، عايز احسب البي اتش للسوليوشن. طبعا انت لو واحد ذكي، لو يعني ان شاء الله تبقى منهم يعني، واحد يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم دي بيز وسترونج بيز، يبقى استحاله تكون البي اتش اقل من السبعه. اول اجابتين دول بالسلامه. اصل انا بقول الكلام ده وهديك سؤال في الامتحان الاقيك مختار لي واحده من دول، يعني هتنقطني، انت هتنقطني. يعني انا كده كده متفق معاك ان البي اتش فوق السبعه، يا دي يا دي. فاللماح بيريح، انت هتستبعد الاثنين دول وتشتغل على دول بقى. طيب انا مستر اصلا لان في بعض المسائل ساعات بتيجي يجيب لك واحده بس فوق السبعه، يعني ما بتبقاش مساله، بتبقى عايزه واحد زي لماح بس كده. انا البي اتش لازم فوق السبعه، يختارها على طول، هو الرقم الوحيد. انما انا هنا مديني رقمين فوق السبعه، لازم احسب بقى عشان اجيب البي اتش. لازم اجيب مش هعمل عكس، لازم اجيب تركيز الهيدرونيوم، لان حبيبي او اطرح من 14 البي اتش بتساوي 14 ناقص البي او اتش. واحد يقول لي ماشي، طب ما انا لازم اجيب البي او اتش ما هو ما اداهاليش. هقول له حلو، البي او اتش
بتساوي نيجاتيف لوج تركيز ايون الهيدروكسيل. يقول لي يا مستر ما انا ما اديتكش تركيز ايون الهيدروكسيل، لازم تجيبه. اقول لك حلو، يبقى انا لازم اجيب التركيز بتاع البيز، لان التركيز بتاع ايون الهيدروكسيل هنا، لان البيز بتاعتك مونوهيدريك، التركيز بتاع الاو اتش بتاعتك مساوي للسي بي. هل انت معاك السي بي؟ يقول لي لا، بس انا معايا ماس ومعايا فوليوم، ممكن اجيب عدد المول. يلا يا باشا، اول حاجه هتروح تعملها هتروح تجيب لي عدد المول. اقول لك طيب اهو النمبر اوف المول، عدد المول ده بيساوي ايه؟ ماس على مولر ماس. الماس بتاعتك 4، المولر ماس بتاعت الارقام دي لما اجمعها 40 يطلع 1/10 مول. يلا هنروح نجيب التركيز اهو اللي هو السي بي اهو. يلا يا باشا، السي بي بقى اللي هو التركيز هيساوي ايه؟ عدد المول بتاعك اللي هو ب 0.1 على الحجم 500 مللي، دي حولها تبقى بنص اهو، 0.1 على نص يطلع ب 0.2. بس انت كده جبت التركيز بتاع البيز اللي هو الهيدروكسيد. نيجاتيف لوج انسر، كده انت جبت البي او اتش. البي او اتش، عايز البي اتش يبقى 14 ناقص الرقم يطلع معاك 13.3 اللي هي الاجابه رقم بي. السؤال اللي وراه عايز البي او اتش بتاع الاتش سي ال. برضه واحد يقول لي مستر مش الاسيد البي اتش بتاع ده، اصل ده سترونج اسيد، مش الاسيد البي اتش بتاعته تحت السبعه وقريبه من الصفر، يبقى البي او اتش بتاعته فوق السبعه. يلا يا باشا انتوا بالسلامه، انتوا استحاله تبقى الاجابه دي. الاسيد بتاعك سترونج اسيد ومونوبروتيك اسيد، يقوم راجل قايل لي ايه؟ يبقى تركيز ايون الهيدرونيوم اهو مساوي لتركيز الاسيد اهو. يعني انا تركيز ايون الهيدرونيوم ب 0.05. يعني طب مستني يا مستر، روح هات على طول البي اتش يلا بسرعه اهو. يبقى البي اتش نيجاتيف لوج الرقم الجميل اللي قدامك ده اللي هو 0.05 يطلع ب 1.3. الزبون اللي راح او الزبونه اللي راحت خدتها غلط، انت كده جبت البي اتش 14 ناقص انسر يطلع معاك 12.69 اللي هي بالتقريب 12.7 اهو، لان البي او اتش اهو بتساوي 14 ناقص البي اتش اهو يا جماعه. ماشي. السؤال اللي وراه السؤال رقم 38 بيقول لك البي اتش فاليو بتاعه الامونيا سوليوشن. طيب ما تنساش ان الامونيا سوليوشن ده بيز، حتى بأمارة ما هو مديك الكي بي بتاعته دي السي بي اهي. طب ما انا معايا كي بي ومعايا سي بي، اقدر اروح احسب تركيز ايون الهيدروكسيل. تركيز الهيدروكسيل بيساوي روت الكي بي في السي بي. طب مش انا لو جبت الهيدروكسيل اقدر اجيب البي او اتش؟ البي او اتش دي بتساوي ايه؟ نيجاتيف لوج تركيز ايون الهيدروكسيل. طب مش انا لو معايا البي او اتش اقدر اجيب البي اتش؟ 14 ناقص البي او اتش. يوم واحد يقول لي طيب انت حليت المساله قوانين اهو، برتب افكاري، يلا نحلها حسابيا بقى. اول حاجه هتاخد روت الكي بي في السي بي، ادي 4 تايم 10 باور نيجاتيف 5 مضروب في السي بي اللي هي 0.1 طلع لي 2 تايم 10 باور نيجاتيف 3، ده تركيز الهيدروكسيل. على طول نيجاتيف لوج الرقم يطلع معاك ب 2.7 بالتقريب، اللي انت جبتها دي البي او اتش ب 2.7، يبقى 14 ناقص انسر يطلع معاك 11.3 دي البي اتش. وشيء منطقي بما انك بيز تكون البي اتش بتاعتك فوق السبعه، يبقى دول مستبعدين يا سنه ثالثه اهو. السؤال اللي وراه الراجل بيقول لك حضرتك معاك 100 مللي من الخل، الماس بتاعتهم 5 جرام والمولر ماس بتاعته 60 جرام، عايز يحسب قيمه البي اتش ومديك الايونيزيشن كونستانت اللي هو الكي اي. هقول لك طيب احنا هنروح، انا معايا الكي، انا عشان اجيب البي اتش لازم يبقى معايا تركيز ايون الهيدرونيوم، وتركيز ايون الهيدرونيوم ده مش هيجي الا لما اجيب تركيز الاسيد. ماشي، فانا اول حاجه هروح اعملها هجيب التركيز. طب انا هجيب التركيز ازاي؟ يلا يا مستر هنروح نشتغل الاول نجيب عدد المول. واحد يقول لي عدد المول بيساوي ماس على مولر ماس، الماس ب 5 جرام، المولر ماس 60 جرام برمول، يبقى دي 5 على 60 اهو، يطلع معاك عدد المول ادي 5 على 60، يطلع شويه ارقام جميله كده اهو 0.08333 مول. طيب انا عايز اجيب بقى الكونسنتريشن.
الكونسنتريشن ده اللي هو عندنا في الدرس اللي هو السي اي، التركيز بقى بتاع الاسيد، يساوي عدد المول اللي احنا لسه جايبينه على الحجم. الحجم 100 مللي ده اللي هو لما تحوله يبقى ب 0.1، تقسم عدد المول ده على 0.1 يطلع معاك التركيز ب 0.83 اهو 0.8 يطلع معاك اهو ب 0.833 مولر. اللي انت جبته ده هو عباره عن تركيز الاسيد، وانا معايا الكي اي. يلا روح عوض بقى وهات لي مين؟ هات لي تركيز ايون الهيدرونيوم. يا حبيب قلبي ما انا تركيز ايون الهيدرونيوم بيساوي روت الكي اي في السي اي اهو. يلا عوض الكي اي اللي انت جايبه اهو، كي اي اسف اللي هو مديهولك 1.8 تايم 10 باور نيجاتيف 5 في السي اي اللي هو اداها لك، يطلع معاك رقم جميل كده 3.87 شويه ارقام تايم 10 باور نيجاتيف 3. على طول نيجاتيف لوج الرقم، نيجاتيف لوج الرقم على طول يطلع معاك ب 2.41 اهو. وطبعا بما انه هو اسيد اكيد البي اتش تحت الايه؟ تحت السبعه اهو. ماشي يا جماعه، ادي المساله. جبت عدد المول، جبت التركيز، من التركيز والكي اي رحت جبت الهيدرونيوم، وبعد كده اشتغلت جبت على طول البي اتش. عايز البي او اتش اطرح من 14. موضوع بسيط خالص. طيب كربونيك اسيد مديك التركيز بتاعه، يبقى هو مديني التركيز يعني مديني السي اي. وقال لك التركيز بتاع ايون الهيدرونيوم يعني هو مديني تركيز ايون الهيدرونيوم. ده ايه الدلع ده؟ مديني كل حاجه اهو. عايز ايه؟ عايز الكي اي. يا سلام، طب ما انا مستر عندي قانون ان الكي اي والكي بي، الكي اي بتساوي تركيز ايون الهيدرونيوم باور 2 على السي اي في استنتاج القانون، لان الهيدرونيوم بيساوي روت الكي اي في السي اي. فانت لو انت عايز تروح تجيب الكي اي اهو، الهيدرونيوم بكام يا سيدي؟ الهيدرونيوم الرقم الجميل ده اهو 6.557 تايم 10 باور نيجاتيف 5، كل ده باور 2 على ايه بقى؟ على السي اي بتاعك اللي هو 0.01. كده انت جبت الكي اي طلع 4.29 اللي هو 4.3 تايم 10 باور نيجاتيف 7 بس. يبقى دول كده بالسلامه، يا دي يا دي. عايز بقى الكي بي، مش احنا اتفقنا الكي دبليو بتساوي الكي اي في الكي بي؟ انا لو عايز الكي بي يبقى دي 10 باور نيجاتيف 14 قانون بتاعك. مش انت عندك الكي دبليو بتساوي الكي اي في الكي بي؟ انت عايز الكي بي، اقسم الكي دبليو على الكي اي اللي انت جايبها، يطلع معاك 2.3 تايم 10 باور نيجاتيف 8 اللي هي الاجابه عندنا، الاجابه الاولى. السؤال اللي وراه 41. الراجل بيقول لك انا ضفت 0.01 مول من ال HCl على 1 لتر من البيور ووتر. ده عمل تشينج في البي اتش بتاع الميه بمقدار قد ايه؟ بالله عليك اقرا السؤال كويس. عمل تشينج في البي اتش بمقدار قد ايه؟ اولا خلينا نتفق مع بعض ان انا البيور ووتر دي يا جماعه المفروض ان البي اتش بتاعتها ب7. يعني انا الميه المفروض الطبيعيه البي اتش بتساوي البي او اتش بتساوي كام؟ 7. طيب انت حطيت فيها اسيد، المفروض هيقلل البي اتش عن ال7. حلو. انا عايز احسب التغير، مش عايز احسب البي اتش النهائيه، لان انا عارف انتوا اخترتوها ايه. طبعا نفس الكلام. مشكلتي معاك الرئيسيه بعد ما تكون حضرتك بتفهم وبتركز وبتذاكر ان حضرتك ما بتقراش السؤال عدل. انا دلوقتي البي اتش، الراجل قال لي يا سلام بي اتش، بص يا باشا تركيز الاسيد ادي السي اي بيساوي عدد المول على الحجم اللي هو الحجم بواحد يعني ب 0.01 مولر. حلو. يبقى انت عايز تجيب البي اتش، يبقى النيجاتيف لوج الهيدرونيوم. ما هو تركيز الاسيد ده هو الهيدرونيوم، خلي بالك هو تركيز ايون الهيدرونيوم لان الاسيد سترونج ومونو بروتين. فانا مستر مساله عبيطه، نيجاتيف لوج الرقم. قلت له ماشي، طلع ب2 راح اختارها. يخرب بيتك، انا بقول لك البي اتش كانت ب7 لما حطيت اسيد وصلت ل2، يبقى التغير اللي حصل قد ايه؟ 5. بص يا سنه ثالثه صعوبتها في سهولتها، انت اللي بتصعب الموضوع على نفسك وما بتقراش السؤال ووجح وما بتقراش السؤال عدل وتقول لها مستر انا بحل غلط، وتيجي بعد الحصه بس مستر انا عندي نص الواجب غلط. يا ابني طب انت مش فاهم؟ لا فاهم. طب انت مش حل الواجب صح ليه؟ عشان ما بتقراش. البجح بيجي يسال كمان، يا ابني انت بتقرا غلط، بتقرا السؤال غلط او ما بتقراهوش اصلا، فطبيعي تطلع المساله غلط. اقرا السؤال صح وابقى فاهم وتعالى قول لي هو ليه ما بيطلعش. السؤال اللي وراه بيسال على عدد الايونز
خلينا متفقين ان احنا قلنا ان في قانون عندنا، عدد اي حاجه في الدنيا بيساوي عدد المول في افوجادرو نمبر. لازم اجيب عدد المول بتاع الهيدرونيوم. عدد المول اهو، النمبر هنا عندي بيساوي النمبر اوف المول بتاع الهيدروجين اين، ده هيبقى القانون بتاعك اهو، مضروب في 6.02 تايم 10 باور 23. اتشقلب بقى وهات لي عدد المول. واحد يقول لي يا مستر طب ما عدد المول بيساوي التركيز في الحجم. انا مديك الحجم، انا هحوله بس تايم 10 باور نيجاتيف 3. طب فين التركيز؟ اجيبه من هنا بقى. لو انت ماده البي او اتش بتاعتها ب 10 تبقى البي اتش بتاعتها ب 4. طرحت من 14. لو البي اتش ب 4 يبقى تركيز ايون الهيدرونيوم شيفت لوج نيجاتيف البي اتش اللي هي 10 باور نيجاتيف البي اتش اللي هي حبيب قلبي هتساوي 10 باور نيجاتيف 4 مولر. ده تركيز الهيدرونيوم. يوم واحد يقول لي اضرب 10 باور نيجاتيف 4 في 10 باور نيجاتيف 3 جبت عدد المول، صح؟ اللي هي 10 باور نيجاتيف 7. بس خلاص المساله اتحل. 10 باور نيجاتيف 7 اضربها بقى في افوجادرو اللي هو 6.02 تايم 10 باور 23، يطلع معاك 6.02 تايم 10 باور 16 ايونز. يعني انا رحت جبت التركيز، بعد كده جبت عدد المول ان انا ضربت التركيز في الحجم اهو يا عم، عشان ما حدش يقول ان انا ما بكتبش خطوات. ادي عدد المول بتاع الهيدروجين ايون هيساوي 10 باور نيجاتيف 4 في 10 باور نيجاتيف 3 اللي هي الحجم ب 10 باور نيجاتيف 7 اهو. كده جبت عدد المول، اضرب عدد المول في افوجادرو تطلع لك الاجابه. السؤال اللي وراه الراجل بيقول لك ده جهاز سمبل ديستليشن. سمبل ديستليشن دي يا جماعه هي عمليه او جهاز بيستخدم لتركيز المحاليل. حضرتك هنا كنت حاطط معاك هنا NaOH ده المحلول الاولاني. ال NaOH ده بما انها بيز، واحد يقول لي يبقى قيمه البي اتش بتاعتها بتساوي، بما انها بيز يبقى البي اتش بتاعتها يا جماعه المفروض ان هي فوق ال7 اهو، بي اتش بتاعتها كبيره فوق ال7. طيب حضرتك فكره الجهاز ده ان انت بتحط هنا جهاز ترمومتر، تبتدي هنا تسخن فالميه بتتبخر، فالميه لما تتبخر بتعدي هنا على سطح بارد تبتدي تتكثف، يعني اللي طالع ده ميه خلاص، يبقى اللي طالع عندنا هنا ده ميه. وطبعا الميه انت عارف انها متعادله، يبقى البي اتش بكام؟ ب7. يبقى السائل ده البي اتش بتاعته اكبر من ال7 عشان بيز، السائل ده ب7. الراجل بيقول لجنبك ايه بقى؟ بيقول لك بص انت عملت ايه وانت بتعمل ديستليشن؟ يعني بتتخلص من شويه ميه، يعني بتركز المحلول. طيب which of the following describe البي اتش بتاعت البي مقارنه بالبي اتش بتاعت الايه؟ البي اتش بتاعت البي ب7، البي اتش بتاعت الايه اكيد اكبر من ال7، 10 11 12 ايا كان الرقم. يبقى لما نقارن البي اتش بتاعت الميه بالبي اتش بتاعت البيز هي اقل، يبقى دي ودي بالسلامه، يبقى الاجابه يا سي يا دي. طيب الراجل بيقول لك كمان تركيز الماده ايه بعد دقائق من عمليه التسخين او عمليه الديستليشن. طبعا انا دلوقتي طبيعي ان الماده دي لها تركيز، لما اضيف عليها ميه تركيزها يقل، انما لما اسحب منها الميه تركيزها يزيد، يبقى الكونسنتريشن بتاعك بيزيد، انما قيمه البي اتش بتاعت الميه اقل من البي اتش للمحلول. تبقى الاجابه عندنا رقم سي. وهنقف لحد هنا سنه ثالثه، وهنكمل الباقي في فيديو تاني ان شاء الله. بالتوفيق.